السلام عليكم. الجزء الثالث من القصة ديالنا واللي نقدروا نقولوا انه الاخير. المهم الطاهرة خرجات وكلها غضب وصافي كرهت ديك المعيشه ديالها وديال اختها، بقات فيها اختها بغات تخرج من ديك الوضعيه كيف ما بغى يكون الحال، غير هو يكون حلالا طيبا. المهم ركبات مع داك السائق ديال الشركه اللي كيدي لهم الخدامه وداك الشيء. المهم ركبات معاه وبقات كتشوف فيه، هو اصلا كان عاجبها ديجا. بقات كتشوف فيه وقلت مع راسها علاش زعما لي ما نجربش وما نستاهلش انا بحال هذا، واخا هو غير سائق. المهم انني نتهنى من راجل امي ونعيش انا واختي بسلام. بدات معاه الهضره، لاباس هضره تدي هضره، ما حسيت براسها حتى بدات كتبكي. قال لها مالك كتبكي؟ وبدات كتعاود ليه. المهم عادت ليه القصه كلها ديالهم، ومسكين هو بقات فيه بزاف وقال لها زعما واش ممكن تعطيني النمره ديالك؟ قالت ليه اوكي مرحبا. المهم وصلوا هو اصلا كان كيقلب على شي مرة للزواج. وصلوا الخدمه، مشات خدمه، رجعت في العشيه، وصلت حتى لباب الدار وقالت تسني لابي ديالي بالليل. قالت ليه واخا. دخلت الطاهره وواحد شويه ديال الامل وفرحانه. ملي دخلت لقات اختها متكيه والدار مرونه، ورجعت اكتئبات وبقات كتجمع وكتنكر على اختها. ومشات فيقاتها قالت لها واش انت لياتك خدامه كل وحده اش كدير وانتي جالسه هنايا وانا كنحاول نخرج. المهم ما خلات لهاش كاع، ما خلات لها غير اللي نسات. شويه درت العشاء، قالت لها انا غادي نمشي للناس وياك تمشي تخرجي ولا الدرجه راه نقت لك. قالت لها سنتي كان غادي نخرج مع هاد القوم، انا غير في الدار. المهم دخلات بقات تعشاو وناضوا جمعوا الطبله وجلسوا شويه كيحسوا بالدقان. قالت لها ليلى واش دخل داك اللوين ولا مازال؟ ناضت الطاهره خرجت ولقاتو هو جاي بالكاو. قال لها فين كان؟ المهم ما جا فينا سالي الهضره حتى قطعت الطاهره، وكانت هي اصلا قاهره على الوضعيه وجاوباتو وهي تفش قلبها كاع داكشي اللي كانت هزاه قالتو ليه. وقال لها شوفي بلا ما بقيت تبرزطي لي راسي، كاين شي فلوس مرحبا، ما كاينينش معيش طايدك انت وختك وخرجوا عليا فهاد النصاص هاد الليل. المهم ناضوا جمعوا حوايجهم وخرجوا. قالت لاختها هادي هي السبه نيت باش نتهناو من هاد المرض. المهم مشاو لواحد الشريطه وجلسوا. ليلى بحال الا خايفه وبغات تبكي، والطاهره بشخصيتها القويه قالت لها مالك ياك ما بغات تبكي ولا بغات ترجع عنده؟ قالت لها لا علاش غادي نبكي؟ المهم قالت لها شنو غنديروا دابا؟ قالت لها راه كاين واحد السيد. ليلى قالت لها راه كاين واحد السيد نعيطوا ليه ونمشيو عنده، شنو غنديروا؟ قالت لها واش نتي بينا نمشيو نصص هاد الليل هادي وكذا. قالت لها وشنو كتقترحي عليا نتيا؟ يلا. بقات كتفكر شويه وهي طلع لابيل ديال السيد اللي كان خدام معاها اللي داها الصباح. وهذا لاباس. قلت ليه راه ما لاباس ما والو، شنو جرى عليا راجل با وهادي. قال لها فينك؟ قال لها انا جاي عندكم دابا. المهم مشى عندهم، جلس معاهم شويه قال لها زعما بقى يصبرها وهذا. قال لها الا قبلتو عليا تمشيو معايا للدار، كاين غير الوالده والاخت ديالي، هادشي اللي كاين عندنا في الدار. زعما الوالده الله يعمرها دار وهذا. المهم قالت ليه الطاهره شكرا ليك ولكن احنا ما نقدرش نمشيو، راك عارف حنا برانيين وما نقدرش ندخلوا على الوالده ديالك هكا، ما كتعرفنا ما والو. وهي تنطق ليلى قالت ليه انا بعد اخويا ما عنديش مشكل، اللهم نبات معكم ولا نبات هنايا ياكلوني غير الكلاب. وبقات كتحمر فيها الطاهره وبقى كيضحك. قال لها مرحبا بك. قال لها يلا الا بغيتي نخليو الطاهره هنا بوحدها نخليوها. وضحكت مع ليلى وهما يمشيو شويه وتمت الطاهره تبعهم. فين غاديين وغتخليوني انا هنا بوحدي؟ وقال لها ياك قلت لك يلا. المهم مشاو وصلوا دخلوا عند المراه لاباس بست ليها الراس. المهم دارت معها الصواب، قالت لها
الأم ديال السيد: شوفي يا بنتي، مرحبا بك لدار داركم، ولدي عاود لي القصة ديالكم وأنا غنديركم أكثر من بنتي. المهم جلسوا فرحوا، حطات لهم حتى الشاو، مشاو كلاو، مشاو ينعسوا. المهم مشاو الصباح عاوتاني ناضوا الخدمة. ناضت ليلى، جمعت الدار، سيقات، دارت كلشي، وجدت لهم الفطور، زعما دارت عقلها. ناضت الام قالت لها: شكون اللي دار هادشي؟ بقات كتهضر هي وبنتها، قالت لها: يمكن هادوك اللي جبتو من برا. المهم الاخت ديال السيد هي ما عجبهاش الحال، وبقات غير كتنكر: واش حنايا هاد الدار مقدنا غير حنايا وجايبين لينا جوج اخرين حنا ما عارفينهم؟ وليلى بقات كتسمع. ناضت ليلى هزت صاكها خرجت. هي خارجه وكتقول لها الام: تسني البنت، تسني غير تفطري، تسني. قالت لها: لا غادي نمشي. المهم حتى نعاود نرجع نقلب على شي كرا ولا نقلب على شي حاجه. المهم مشات نفس الجرده، جلست بقات كتبكي وعلى الزهر، وتفكرت ماماها وتفكرت كلشي تفكراتو، وجلسات كتبكي شويه وهي تنوض. وبان لها في واحد البيس كان خدام به واحد الولد، كان خدام به هو كيهضر في التليفون. مشات جلسات حداه وقالت ليه: عافاك، راه انا زعما فيه الجوع، ما كرهتش تمشي تجيب لينا شي حاجه وهذا. وزعما لقاتو اصلا ديجا كتعرفوا داكشي باش زعمت عليه. جلسات حداه قالها: واخا مرحبا ليلى، مازال كتعقلي وكتعقلي. وبقاو كيتعاودوا هذا. هو ناض وهي هزات البيسي، هزاتو ومشات. هو فاش رجع ما لقى لا بيسي لا ليلى. المهم بقى هو كيغوت في الجرده وهادي وهي مشات لاقرب بائع تليفونات كاين تما. هضرت معاه، قالت لها: فكاك واحد البيسي وشنو. قال لها: لا هاد البيسي يلا غيجيب لك واحد 1000 درهم الا بغيتي. قالت ليه: ماشي مشكل، انا محتاجه الفلوس. خدات ديك 1000 درهم ومشات كتقلب على بيت باش تسكن هي وختها. المهم وصلت ليلى الطهرة في العشية، هي بالسيد كتصوني لختها: فينك؟ انا جيت دابا للدار ما لقيتكش. قالت ليها: انا كنقلب على واحد البيت نباتو فيها ويكون خير. قلت لها: رجعي. قلت لك دابا ترجعي لهنا غادي ترجعي. وحيت ليلى كتخاف من الطاهرة رجعت. المهم هي رجعت دخلت على البيت، قالت لها: شنو كديري وهادي. قلت لها: مني جاوك الفلوس حتى تكري وشنو هادي. قلت لها: يا بنت الحرام قهرتيني وانا كنقلب فين نسكن وانتي كديري شرح يديك، باينه عاوتاني سرقتي شي حاجه وهادي. المهم هو يدخل السيد بقوه الغوات، قال لها: الطاهره مالك كتغوتي عليها؟ وقالت لهم: ليلى انا غادي نمشي نخليكم تهضروا، حيت بيان سور ما رضاتش قدام السيد. مشات وبقات كتعاود ليه، قالت ليه: اصلا راه ديجا سرقات وهادي وما بغاتش تجلس، يمكن سمعت شي هضره وهذا. المهم قال لها: مديش عليها، هي صغيره. وبقى كيصبرها، يعني كيصبرها بزاف. ومشاو هما كيتعشى. وقالت نطقات الام، قالت ليه: واش زعما نتوما عندكم شي مشكل ولا شي حاجه؟ قالت ليها: لا بالعكس، ما عندنا حتى شي مشكل. وليلى ما بغاتش تاكل، ما تزرطاتش ليها، حيت ديجا سمعت الاخت شنو قالت، ما بغاتش. المهم قال لهم السيد، قال الام ديالو: شوفي يا ماما، انا غادي نقولك واحد الكلمه وهادي. قال ليها: انا راه ناوي الحلال مع الطاهره قفزات. اويلي الام كذلك قفزات. كيفاش؟ ما فهموا والو. قال لها: انا اصلا ديجا كنت قلت لك ماما باش تقلبي لي على شي بنت الناس وهاد بنت الناس انا لقيتها. المهم قلت ليه: شوف انت يا وليدي اللي بغيتي، انا راه ما عنديش مشكل. وبقات الاخت كتغزز وقالت لي: ويلي يا خويا،
عرفتي يلاه البارح وبغيتي تزوج بها اليوم. قالها الطاهرة انا ماشي من البارح اللي عرفتها، الطاهرة انا من زمان وانا كنعرفها، راه 6 سنين وانا كنديها ونجيبها، يعني عمرني سمعت على البنت شي كلمة وديما حاضرة راسها، وماشي اول مرة غادي نركبها معايا ولا اول مرة نعرفها ولا. المهم طاهرة بقوة الصدمة بدات كتبكي زعما قالت بداك البكا ديال الفرحة حيت حتى هي كان عاجبها. المهم قالتلو انا ما نقدرش زعما نجاوبك دابا، خلي لي شويه د الوقت. قالها ماشي مشكل. المهم قالت لها العكوزه ايوا نتوما اللي بالكم انا ما نزيد لكم غير في الخير، وليلى حتى هي عجبها الحال. المهم لاختي الوحيده اللي ما عجبهاش الحال وجالسه مفقوصه ما بغاتش تاكل، صايلها وجمعوا الطبله بقوة الفرحة. طاهرة مشات جلست حدا العكوزة وجلست تعاود لها وجلست تضحكها، قالت لها ايوا يا بنتي هذه هي البنت اللي بغيت، هذه هي علاش كنت كنقلب. ونات الاخت ناس وهي ما عجبهاش الحال. ليلى حتى هي بقات شاده معاهم الهضره وكتضحك. المهم مشاو ينعسوا. الصباح ناضوا ليلى طاهرة لبسات وبقات كتضحك ليلى، قالت لها هاي شتك تزيزتي اليوم هو الروايح وهذا شويه وبدا كلاكسوني السيد. قالت لها سكتي راجلك يتسناني وبقاو كيضحكوا ومشاو. وهما في الطريق بقات غير كتبسم الطاهرة وكتقول مع راسها الحمد لله بغات تضحك ليا الدنيا عاود. وقال لها السيد اشنو المدام شنو قررتي؟ قوة ديك الفرحة ديال ديك المدام بقات غير كتضحك، جاتها هستيريا ديال الضحك ما عرفتش باش تجاوب. كتقول مع راسها واش زعما بغى يجازيني الله على كل هاد الالم اللي تعذبته على كل شيء. المهم قالت ليه صافي واخا انا موافقه. وهو بدا كلاكسوني طا 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 وفرحانين توصلوا للخدمه. المهم خدمات والسمسار كيصوني على ليلى، قالها واش مازال كتقلبي على شي بيت؟ قالت له لا صافي. جلسات ليلى بوحديتها كتفكر شنو ندير. المهم قالت اختي دابا غادي نتزوج وغنبقى بوحدي ما غتبقاش تهتم بيا وشنو غادي ندير وغنبقى بوحدي. وبقات كتفكر شويه قالت تجي اختي في العشيه وغنهضر معاها، غادي نقولها نمشي انا ندبر على خدمه وصافي هاد القرايه غادي نخرج منها. المهم بقات كتقول بحال هكا مع راسها شويه وهي دخل اختها وسلمت عليهم سلمت على العكوزه ودخل حتى الراجل. قال لها الوالده ايوا امتى الخطوبه وامتى العرس؟ قالت لي صافي قررتوا ايوا وهي ضربها بتزغريته. بقات الاخت غير مفقوصه ما باغياش ومشات لبيتها. المهم قالت ليه زعما البنت ما عندهاش والديها يتيمه وعلى حسابنا عندت لي داك راجل باها خايب ويقدر يعكس لنا ولا شي، البنت كبيره وواعيه سيروا نتغدا حقدوا ومريضنا ما عنده باس وهي غادي نمشيو في العشيه نشريو لها دهازه. قالت ليها انا خالتي ما عنديش مشكل اللي قلتوها هي هذيك. ومشات داكشي اللي داروا. بعد ديك الليله ما بقاش يديها النعاس بقوه الفرحه وكتفكر الالم اللي عاشتو وكتفكر. قلت صافي الحمد لله ربي جاب لي زعما زهري حتى انا وعقبال غير لختي. دارت عندها ليلى قالت لها ايوا ما بغاش يديك النعاس؟ قالت لها لا غير العيا وستريس داكشي باش. قالت لها شوفي اختي انا فرحت لك من قلبي والله، ولكن انا زعما غادي تمشي نتيا وتخليني وانا عندنا نبقى وهذا وغادي نخرج من قرايتي. قلت لها سكتي يا الهبيله سكتي، انا ديما معك وديما غنبقى معك حتى خطيبي راه ما قال والو، كان غادي تبقى معنا ليلى حتى يسهل عليها الله. المهم قلت لها صافي لالا احنا غادي نشوف الا ما غتشوفيش راجلك وتبدلي صافي.
وما ينعسو الصباح عاوتاني فاقت، لبست جليليبة في الأبيض، عطاتها لعكوزتها وشال، ومشاو عقدو ورجعو مقادة فرحة. هما رجعو لقاو الغدا طايب، لقاو زعما الدجاج واللحم، يعني العكوزة ما خصاتها من التاخير، حطت لها كلشي وتغداو وكيضحكوا الا الاخت اللي ما حاملاش راسها، وهي تقول لها العكوزه ايوا غنمشيو في العشيه نشريو الدهز. قالت لها خالتي مرحبا، قالت لها غادي نشد كونجي ونشوف. قال لها اصلا انا هضرت مع المدير وعطانا كونجي، وعاودت لي عطانا 15 يوم كونجي. وفرحات مشاو في العشيه شراو داكشي اللي خصهم، وفاش رجعوا المهم دخلوا لبيتهم. وهذا قال لها هذا هو اسعد نهار، وغدا ان شاء الله غادي نسافروا. قلت ليه فين؟ قلت لي غادي نسافروا، المهم نمشيو نتبحروا ونعيشوا حياتنا، نكمل الكونجي ونرجعوا. فرحت بزاف ومشات صافي الصباح عاوتاني قلت ليه، قال لها الكزار غادي نمشيو وشنو. قال لها قلت ليه ولدي سيروا فولوا شويه. المهم قالت لها خالتي سمحي لينا واخا غادي نخليك ليلى عندك زعما تعصبك ولا دير شي حاجه. قالت لها شوفي كوني هانيه، ليلى بحالها بحال بنتي، بحالكم بحال زعما ما عنديش مشكل. نطقات الاخت ياك اخويا غتشديهم ما تشدينيش معاكم. قلت لها على راسها انا الطهره ما عنديش مشكل انايا، زعما الا بغيتي تمشي يلا. قال لها الاخ شوفي انتي راه عندك القرايه وما زعما عندك القرايه وما غاديش تمنكي باش تمشي معانا. المهم مشاو وما داوهاش وبغات طرطق. جلسوا ومشات عند ليلى، قلت لها شوفي ياك صحابك نتيا غتجلسي معانا هنايا ديما فرحانه انتي واختك. قلت لها راه يومين والله يعاونكم. قلت لها سيري قلبي. المهم بقات تحشي فيها الهضره وهادو وهي ما عجبهاش الحال. ليلى بقات كتبكي وصوالت على اختها، حيت ليلى ما تقدرش دير شي حاجه بلا اختها. صونات عليها قالت لها انا غادي نخرج، غادي نمشي نشوف فين غادي نمشي حيت ما غاديش نبقى هنا وهادي. قالت لها يا طاهره شوفي انا راه كنعيش اسعد ايام في حياتي. المهم جلسات ليلى كتفكر، قالت انا ما نقدرش نخسر لاختي هادشي، وكذلك ما نقدرش نجلس. قالت دابا الا هربت غادي نخسر لاختي الايام ديالها الزوينه، حيت حنا تعذبنا بزاف في الصغر، يعني دابا ما جات غادي نخسر لها هادشي. ومشات تقرا ورجع. المهم رجعت دازت ديك 15 يوم عاديه صافي. كتفيق ليلى كتفطر كتمشي تقرا ترجع، واخا كتسمع الهضره من اللوصه صافي ولا كيجي هداك الشي عادي، كتسمع الهضره وكتسكت وكتصبر غير على قبل اختها. المهم رجعت، فاش رجعت عرفت راسها حامله، حيت بدات كترد قالت ما يمكنش شنو زعما وليت انا غير كنرد وراسي كيضرني وهادي. قلت لها العكوزه تقدري تكوني حامله صافي نيتو. مشات وعرفت راسها حامله، دارت تيست عرفت راسها حامله صافي. العكوزه مقدتها فرحه حيت اصلا كتبغي تشوف ولاد ولدها، مقدتها فرحه وناضت كتصغر عاوتاني وفرحات وهذا. وحتى ديك اللوصه بحال تحركات فيها شي حاجه انها غتولي عمه. بقات كتفكر غتشدد عندنا بنت خويا ولا ولد خويا، وداكشي انا اللي كنت كنحلم بيه وهذا. مشات وعنكاتها لأول مرة في التاريخ، عنكاتها وفرحات الطهرة عاوتاني وليلى غتولي خالة صافي. دازت شهور ولدات وكملوا حياتهم عادية. وهنا غادي تسالي القصة ديال الطهرة بعد معاناة كبيرة. ربي كيجازي أي واحد.
يعني اللي صبر ربي كيجازيه.